السلام عليكم ورحمة الله. أكيد وحشتكم زي ما أنتم وحشتوني. طيب، هناخد على طول summary كده خلاصة عن الألكان. قُلنا الألكان وهي العيلة اللي إحنا شغالين عليها الgeneral formula هي CnH2n أوكي +2. الnumber of carbon فيها بيكون more than or equal 1. عدد الكربون فيها more than or equal 1. وده بيخلّينا نتكلم النهارده عن الparent member ليها. الparent member أو العضو الأب ليها هو الميثان. الميثان أبو كربون إيه؟ الميثان أبو كربون واحدة اللي هو C1. لما نيجي نابلاي الفورمولا بتاعته هنلاقيه عبارة عن CH4. ليه؟ هنقول CN ال N ب1 أوكي، H2N يعني 2 تايم 1 بلس 2 يبقى كده يبقى إيه؟ C واحدة والH فيه منها كام؟ 4. ده الميثان. الميثان هو البيرنت ممبر يعني أول ممبر موجود. طيب، أماكن وجوده، ها، نلخّص مع بعض يالّا. أماكن وجود الميثان، قُلنا الميثان موجود فين؟ الميثان موجود في الnatural gas صح كده، في الnatural gas في الغاز الطبيعي 90%. حلو أوي، خُد بالك إن الratios بتاعته خلاص كده in houses أو in homes في البيوت، فهو من 50% لحد more than 90%. خلاص كده، يبقى تاني الغاز الطبيعي بتاع المصانع 90%. الغاز الطبيعي اللي الغاز الطبيعي اللي في الورش والصيانة والاستخدام اللي هو الصناعي بيبقى موجود بالشكل ده. طيب إيه موجود فين تاني طيب؟ موجود in coal mines في مناجم الفحم. in coal mines في مناجم الفحم بيبقى موجود فيها. خلاص كده، وكان أحيانًا بيحصل له explosion. موجود فين كمان؟ في الswamps المستنقعات، وعشان كده بيطلق عليه أحيانًا اسم الإيه؟ الswamp gases. الswamp gas يعني غاز المستنقعات. خلاص كده، جات النظرية بتاع produced from natural decaying. خلاص كده it was thought. it was thought وبقى كده عليك دي مجرد thought، مجرد theory نظرية. بنقول إيه؟ عشان برضه لو جه عليها سؤال كده، مين الجاز اللي إيه؟ it was thought يُعتقد إنه the principal component on earth هو المكون الأساسي على وجه الأرض. خلاص، it was thought that it's the principal component on earth هو المكون الأساسي على وجه الأرض. طيب، نيجي بعد كده نتكلم عن الpreparation بتاعه، تحضير غاز الإيه؟ غاز الميثان. خلاص، نيجي نتكلم عن الpreparation، عملية التحضير. طيب الpreparation هو عبارة عن experiment، عبارة عن تجربة. خلاص، طيب عندنا حاجة اسمها precautions. عندنا حاجة اسمها precautions احتياطات. أول حاجة air must be expelled لازم يطرد. لازم تطرده اللي هي إيه؟ must be vacuumed يجب تفريغه. والسبب to avoid explosion of gas. وأنا باحضّره ممكن يخرج لي وأنا هاسخّن. خلاص كده، ممكن يخرج لي وأنا باسخّن. طيب، تاني حاجة من الprecautions التانية using soda lime not caustic soda. الصودا لايم هي عبارة عن ميكس بين حاجتين، عبارة عن صوديوم هيدروكسيد بلس كالسيوم اوكسيد اللي هو الكويك لايم. كمان مرة عبارة عن كاستك صودا وكويك لايم مع بعض يبقوا صودا لايم. كمان مرة كاستك صودا وكويك لايم مع بعض يبقوا صودا ايه؟ يبقوا صودا لايم. طيب، الكاستك صودا هي اللي هتعمل الرياكشن. طب ايه فايدة الكويك لايم؟ هنيجي هنا. فايدة الكويك لايم خلاص كده هي absorbing water vapor. ها، absorbing الوتر ايه؟ vapor. دي اول حاجة. قلنا ان انا لازم اعمل الرياكشن برضو من ضمن البريكوشنز في البريبريشن.
احنا هنستخدم ايه؟ صوديوم اسيتيت CH3 COONA، لازم يبقى سوليد، يعني هنستخدم انهيدرس صوديوم اسيتيت، يعني الصوديوم اسيتيت يبقى مجفف. ادي برضو واحده تانية. حاجه كمان، انا هاجي هنا برضو اقول لك ان الكويك لايم او ان الميكسر كله مع بعضه في الصودا لايم بيعمل ايه؟ ريديوس للميلتنج بوينت، يعني ديكريز. الكالسيوم اوكسيد تعتبر فلكس which decrease the melting point of the mixture. decrease the melting point of the mixture، بتقلل الميلتنج بوينت، فتخلي الرياكشن يحصل اسرع. طيب الرياكشن هو عباره عن ايه؟ عباره عن تو ستيبس. خلاص، الرياكشن عباره عن تو ستيبس. اسيتيك اسيد CH3COOH هيقابل صوديوم هيدروكسيد NaOH يطلع CH3COONA بلس H2O. طبعا هنا بقى معانا H2O زي ما انت شايف، صح كده؟ طيب علشان كده احنا في الستيب الثانيه هنستخدم الصودا لايم. ماشي، الرياكشن ده اسمه نيوتراليزيشن. الرياكشن ده اسمه نيوتراليزيشن. طيب يجي بعد كده نمسك الراجل الطيب ده اللي هو صوديوم اسيتيت. اسمه ايه يا شباب؟ صوديوم اسيتيت. انا عايزه يكون سوليد. ازاي هخليه سوليد؟ بان انا اعمل الحاجات دي، استخدم NaOH وكالسيوم اوكسيد مع هيت. ايه اللي هيحصل؟ هيقوم مطلع بره Na2CO3. خلاص. طيب ودي ركز كده، كل ده هيطلع بره Na، كل ده كده هيطلع بره. ال Na وال Na هيطلعوا Na2CO3 والO مع الO، واخد بالك انت، خرجت معاه ويزيد واحدة اتش، يبقى تاني صوديوم اسيتيت ويزيد واحدة اتش. اللي طلع ده اسمه ايه؟ ميثان. اللي طلع ده اسمه ميثان. الطريقة دي اسمها ايه؟ اسمها دراي ديستليشن. الطريقة دي اسمها دراي ايه؟ ديستليشن. نيجي بقى ناخد ايه؟ معلومة على جنب. خلاص، يلا حتة شبراوي. الدراي ديستليشن دي طريقة. another example. انت تقدر تعمل الحركة دي على حاجات تانية، يعني دراي ديستليشن دي تقدر تنفذها على اكزامبلز تانية. زي ايه؟ تعال نشوف. الاول هنمسك الكان زي اللي موجود في كتاب ده، نستخدم الكان غيره. بص، C3H7COONA. هنشوف كده، صلوا بينا كده على النبي. دي نفس الحكايه. بص، ده الكايل كنا استخدمنا ميثايل، هنا بنستخدمين بروبايل ابو 3 كربون، بيتجمع مع دي ويبقى اسمه صوديوم. 3 كربون واحده كربون يبقى بيوت، اسمه صوديوم بيوتانويت. وهنا انا قاصد انك تفاجأ باسم جديد. تعال ننفذ عليه نفس الحركات. هنحط NaOH، هنحط هنا NaOH CaO مع هيت، ده دراي ديستليشن. تمام. هيحصل ايه؟ اي دراي ديستليشن انك تفصل ما بعد COONA وتحط مكانها H تاني، تفصل اللي بعد COONA وتحط مكانها H، تفصل اللي بعد COONA وتحط مكانها H. C3H7 هتاخد واحدة H هتبقى C3H8. تاني C3H7. خلاص، خرج C3H8، يعني خرج ايه؟ خرج بروبان. هنلاحظ ايه في الدراي ديستليشن؟ حاجتين: decrease the number of carbon atoms، نقص عدد الكربون atoms by 1. increase the number of hydrogen atoms برضو by 1. يبقى ده بنلاحظ نقص عدد الكربون اتوم ب 1، اما ده زياده عدد الهيدروجين اتومز باي 1. كمان مره زياده عدد الايه؟ الهيدروجين اتومز باي 1
بلس ال Na2CO3. طيب نشوف اكزامبل كمان، حالة اسمها C6H5 وده مش الكايل، COONA، دي حاجة هناخدها قدام لما نوصل للسايكليك كومباوندز. شكله كده اللي هو البنزين رينج اللي اتكلمنا عنها قبل كده، COONA. طيب وهنعمل لها بلس NaOH، كالسيوم اوكسايد، نفس المواصفات بالظبط. قلنا الدراي ديستليشن كلها هي نفس المواصفات بالظبط. خلاص كده الدراي ديستليشن هي نفس المواصفات بالظبط. هتشيل كل اللي بعد السي او ان اي وتزود مكانها واحده اتش، فهتخرج لك سي 6 اتش 6 اللي هي بنزين رينج يا جماعه. اللي هي ايه؟ اللي هي بنزين رينج، او بتترسم كده برضو سواء قايمه او واقفه، هي عباره عن سايكل. خلاص كده برضو بلس ان اي 2 سي او 3. يبقى فكره الدراي ديستليشن بتطبق على اكزامبلز كتير. بتشيل واحده كربون وتزود واحده هيدروجين، تشيل واحده كربون وتزود واحده ايه هيدروجين، كمان مره تشيل واحده كربون وتزود واحده هيدروجين. تعالى بقى نتكلم عن، احنا قلنا ان الالكينز هومولوجيس سيريز، صح كده؟ هومولوجيس سيريز يعني ايه؟ هومولوجيس سيريز يعني عندهم ذا سيم كيميكال بروبرتي. ايوه حصل يا مستر. عندهم ذا سيم كيميكال، الكيميكال سيميلر، الكيميكال بروبرتيز ليهم سيميلر. صح صح، ركز في دي. الكيميكال بروبرتيز ليهم بتبقى ايه؟ بتبقى سيميلر. طب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل جراديويتد، يعني متدرجه، خد بالك، جراديويتد فيزيكال بروبرتيز، صفات فيزيكال متدرجه. حلو، اديني اكزامبل يا سيدي. ما احنا قلنا ميثان، ايثان، بروبان، بيوتان. طب حلو حلو. في الجنرال بقى في يوزز، واخد بالك انت؟ قلنا الميثان فور هومز، هتيجي بعد كده تتكلم على البروبان، فاحنا قلنا هم جنرالي يوزد از فيول، يوزد از فيول، بيستخدموا كوقود. جنرالي هم يوزد از فيول. طيب نتكلم عن ان هومز، في البيوت. بص بقى يا سيدي، انبوبه البوتاجاز، انبوبه البوتاجاز ليها تكوينين، واخد بالك انت؟ ان انبوبه البوتاجاز، تعالى نرسم شكل انبوبه احسن شويه. خلاص كده، وعادي ممكن تكون كده انبوبه البوتاجاز. هنا مش هنتكلم عن الغاز الطبيعي، هنا بنتكلم عن انبوبه البوتاجاز يا جماعه. انبوبه البوتاجاز مقسومه نصين، النص اللي فوق اسمه بروبان، خلاص كده، والنص اللي تحت بيكون بيوتان. كمان مره، النص اللي فوق اسمه بروبان والنص اللي تحت اسمه بيوتان. النص اللي فوق بروبان اللي هو C3H8، النص اللي تحت بيوتان اللي هو C4H10. طيب معروف ان البروبان عنده 3 كربون، فهو لايتر، هو اخف. خلاص كده. اما صاحبنا ده هو ايه؟ هو هيفير، هو اتقل شويه، او هاير دنسيتي. ركز بقى كويس في اللي هيحصل دلوقتي. لايتر اخف بيكون عنده لور بويلنج بوينت، درجه غليان اقل، خلاص كده، من البيوتان اللي هيكون عنده هاير بويلنج بوينت. فهنا لازم نفرق ما بين انبوبه البوتاجاز وتركيبتها في الصيف وبين الشتاء، او في المناطق الحاره والمناطق البارده. في السمر او في الهوت كانتريز هنخلي الانبوبه تقيله، الانبوبه تبقى تقيله. ان وينتر، في الشتاء الجو ساقع اصلا، واخد بالك انت؟ كولد او ان كولد كانتريز، حسب ما السؤال هيجي يقول لك ايه، هنخلي الانبوبه خفيفه. ركز في دي كويس. في الصيف نخليها تقيله، وفي الشتاء نخليها خفيفه. ليه؟ في الصيف هنخلي ان البروبان ابو 3 كربون يكون موجود فيها بكميه اقل من البيوتان. هنكتر بيوتان، هتعمل ايه؟ كتر بيوتان، فخلي نسبة البيوتان اكتر من نسبة البروبان. ليه؟ تو افويد اكسبلوجن، عشان تتجنب الانفجار. طيب تيجي بقى في الشتاء، في الشتاء قال لك لا، انا هخلي البروبان يكون هو اللي اكتر من البيوتان. كمان مرة، هخلي البروبان هو اللي يكون ايه؟ اكتر، والبيوتان يكون اقل. يبقى في الصيف هخلي بيوتان كتير، في الشتاء
في الشتاء هخلي بيوتان اقل. فنقول له ليه؟ قال لك عشان في الصيف خد بالك avoid explosion تتجنب الانفجار، avoid expansion of gases تتجنب تمدد الغازات. كويكلي الجو حر اصلا. تيجي بقى في الشتاء يحصل ايه؟ تيجي بقى في الشتاء يحصل ايه؟ ها، to ease عشان يسهل او facilitate يسهل ايه بقى؟ ها، flowing of gases. To ease transferring of gases. Flowing of gases. فنتفرج على جماعه بتوع المطاعم زي ما شرحنا كده، وقلنا ايه؟ هتلاقي بتوع المطاعم بيستخدموا في يحطوا الانبوبه في الشتاء في ميه سخنه. ليه؟ يقول لك اصل البيوتان اللي جوه انا سامع صوت ليكويد، الانبوبه فيها بيوتان عايز اخرجه. وصل لك كده؟ فييجوا يزودوه. طيب تعالى نقسم اعداد الكربون. بص يا سيدي، هنقسم اعداد الكربون. عندنا من C1 لحد C4، وعندنا لحد C4، وعندنا من C5 لحد C17، وعندنا more than C17. من C1 ل C4 بيبقوا gases، من C5 ل C17 بيبقوا liquid، من more than C17 نخش في السوليد. جازس ميثان ايثان بروبان بيوتان بنتان هكسان. اثبت اثبت انت رايح فين؟ ميثان ايثان بروبان بيوتان بس، الميث والاث والبروب والبيوت بس. انت بتقول ايه؟ بالراحه عليك. ميثان وايثان وبروبان وبيوتان، هما دول اللي بيبقوا جازز. طب ليكويد دخلنا بقى في الحاجات التقيله، بنزين العربيات، فدخلنا في الجازولين ها والكيروسين. جازولين وايه وكيروسين، جازولين وايه وكيروسين. طب واخيرا السوليد، دخلنا بقى يا عم في الحاجات التقيله، بارافين واكس. دخلنا بقى في الحاجات التقيله والحاجات اللي ايه، واخد بالك انت؟ كل ما عدد الكربون زاد، خد بالك بقى، by increasing the number of carbon atoms. by ايه؟ by increasing ها the number of carbon atoms. مع زيادة عدد الكربون اتومز بيحصل ايه يا سيدي؟ بيحصل ان الميلتنج بوينت، خد بالك معاي، لما يحصل انكريزنج للكربون اتومز هيحصل انكريز ان ايه بقى؟ يحصل انكريز في حاجتين، في المولار ماس والميلتنج بوينت والبويلنج بوينت. طيب نوت مهم، increasing البرانشز لو معاك تو ايزومرز. ركز في اللقطه دي، لو معاك تو ايزومرز خلاص معاهم the same number of carbon، the same carbon atoms، واحد فيهم long chain with ايه؟ less branches، التاني short chain with more branches. واخد بالك انت؟ ده long chain with less branches وده more branches. هتلاقي ان ده عنده higher melting point وبويلنج بوينت. كل ما اللونج تشين كانت اكتر كل ما الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت زادت، وده عنده ليس ميلتنج بوينت وبويلنج بوينت. يعني زياده البرانشز قللت اللونجست تشين، خد بالك من النوت دي، زياده البرانشز قللت اللونجست ايه؟ اللونجست تشين. امين امين، خد بالك من البوينت دي، زياده البرانشز قللت من اللونجست ايه؟ تشين. طيب نيجي نقول بناء على المعلومه دي بقى عندنا تركايه كده عايزين نقولها. ايه المعلومه اللي ممكن نقولها في البوينت دي؟ خد بالك بقى من اللقطه دي. يقول لك ايه؟ بما انك عرفت كده ان الالكينز هي عباره عن لونج تشين وساتوريتد، فهم insoluble in polar solvents but soluble
in organic solvents. بما انهم insoluble في البولار solvent فاحنا ممكن نقول used in painting metals to resist corrosion. used in painting ايه؟ metals to resist corrosion. يستخدم في دهان الميتالز عشان يقاوم التآكل، عشان يقاوم الايه؟ التآكل. فدي كانت الفكرة بتاعة الألكان. طبعا يقول لك مثلا طب تعالى نشوف الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت. خدنا النوت بتقول اكزامبل برضو على الحركة دي، ان كل ما اللونجست تشين زادت كل ما البويلنج بوينت زادت. خدنا اكزامبل على دي اهي، وقلنا هنا ان الايثان less than propan less than hexane. ده على اساس انها longest chain، واخد بالك انت؟ يبقى the boiling point increase with increasing the molar mass and the unbranched alkane. خد بالك من اللقطه دي من فكره الانبرانشد alkane. كده اتكلمنا عن الفيزيكال بروبرتي للراجل الطيب ده، انه يوزد از فيول وانه ساتوريتد والكلام الحلو الجميل ده. نلخص الرياكشنز بقى، تعالوا نشوف الرياكشنز بتاعه الالكان. chemical reactions of alkane. تعال نشوف الكيميكال رياكشنز للالكان عامله ازاي. بص يا سيدي، اول حاجه قلنا ان الالكان used in combustion، نقدر نستخدمه في الحرق لانه used as a fuel. الرياكشن بتاعه exothermic، بيطرد هيت. كمان مره الرياكشن بتاعه ايه؟ exothermic، بيطرد هيت. الكومباشن حصل بالسي اتش 4، وخد بالك ان بنقول احنا ايه؟ بنقول ان الكومباشن ما بين كربون وهيدروجين او اي هيدروكربون بيتحرق هيطلع كربون دايوكسيد وايه؟ ووتر فيبر. اي هيدروكربون هيتحرق هيطلع ايه؟ هيطلع كربون دايوكسيد ووتر فيبر. اوعى تنسى الفكره دي، اي هيدروكربون هيتحرق هيطلع كربون دايوكسيد ووتر فيبر. من فضلكم ركزوا في اللقطه دي. فلما نيجي نجيب السي اتش 4 ونبدا نعمل له كومباشن، كومباشن يعني حرق، حرق يعني نديله او 2 ها، وهنعمل اجنيشن اشعال، ده مجرد شراره كده، هيطلع لي CO2 بلس H2O بلس لارج اماونت اوف هيت. خلاص طيب يلا، السي دخلت 1 خرجت 1، الاتش دخلت 4 شايفين خرجت 2، رحت عامل تايم 2. لما نيجي نعمل بالانس الحالات الكومباشن نظبط السي بعد كده الاتش بعد كده الاو، وهتلاقي دايما الخدعه في الاو. تاني نظبط السي بعد كده الاتش بعد كده الاو. تعالى ادي 4 اتش ادي 2 تايم 2، طب تعالى عد الاو ادي او 2 و2 اوي و4 هم عامل تايم 2، بقت بالانسد ايكويشن. بنقول ان في ريليشن هنا وهي استنتاج فكره، خلاص كان المفروض الطالب يستنتجها بس يعني معلش احنا هنوفر عليه شويه، وهو النمبر اوف مولز اوف اوكسجين، عدد المولز بتاعت الاكسجين to burn 1 مول اوف الكان. اقدر استنتجها من الريليشن اللي بتقول 3n بلس 1 اوفر 2. 3n بلس 1 اوفر ايه؟ 2. تعالى ننفذ هنا. السي هنا بكام؟ وير ان طبعا ان هو النمبر اوف كربون اتومز، خد بالك من دي. الان هنا بكام؟ الان هنا ب1. حلو، اعمل الريليشن دي ايكوال ايه؟ 3 تايمز 1 بلس 1 اوفر 2، هتطلع معاك 4 اوفر 2، يطلعوا 2 مولز. تعال نابلاي الريليشن دي على اكزامبل تاني. دي الحاجه بقى اللي احنا قلنا الفرق بيننا وبين اي حد تاني وهو بيذاكر اورجانيك. ما تحفظش اللي مكتوب في الكتاب بس، لا، انا عايزك تتعلم تحلها لاي كيميكال فورمولا. جبنا ايثان بدل ميثان، الاكزامبل اللي كان موجود في الكتاب ميثان. طب تعالى نجرب ايثان. C2H6 بلس O2 هتطلع CO2 بلس H2O بلس لارج اماونت اوف ايه؟ اوف هيت. تعالى اعمل البالانس، السي دخلت 2 خرجت 1 رحت عامل تايم 2، الاتش دخلت 6 خرجت 2 رحت عامل تايم 3، 2 تايم 2 ب 4 ومعانا 3، 4 و3 يبقوا بكام؟ ب 7. اوبا، طب وهنعمل ايه؟ هنعمل 7 اوفر 2، 7 اوفر
2. طبعا تقدر تعمل الايكويشن كلها تايم ايه؟ تايم 2، بس هو يقول لك فور 1 مول اوف الكان، فلما يسال فور 1 مول الوضع اختلف. تعال نطبق الريليشن. الان هنا بكام؟ الان هنا ب 2. طيب طبقها كده هتبقى ابلاي، يلا 3 تايم 2 بلس 1 اوفر 2، هتطلع 6 بلس 1 ب 7 اوفر 2. يبقى نقدر نجيب النمبر اوف مولز من الريليشن دي. وهي مش رول في المنهج، عشان لما تخش بس للاورجانيك تلاقي نفسك كده، لكنها طرق كونكلوجن كان المفروض يعني ايه تتساب للاستنتاج، والحمد لله ما سيبنا لكش حاجات كتير للاستنتاج. وحلل لك انا كمان في الكتاب ايه الاكزامبل بتاع، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، حليت لك الاكزامبل بتاع البيوتان، بتاع البروبان وبتاع البيوتان. خلاص كده، فبرضه عشان خاطر الدماغ تبقى معاك. طيب تاني نوع من انواع الرياكشنز هو برضه باي هيت، بس خد بالك هيت ان absence، خد بالك من دي، اوف اير، تسخين في غياب الهواء. خد بالك من البوينت دي، heat and the pressure and the catalyst دي ليها اسمين، ممكن يتقال عليها كراكنج، يتقال عليها كراكنج ودي، او يتقال عليها دراي ديستليشن. خد بالك من الحته دي تمشي عشان خاطر بس تفهم انت نقطه الديستليشن دي. لكن الجماعه دول لما يتضافوا على بعض فهو اسمه ثيرمال بسبب الهيت، كاتاليتيك باستخدام الكاتاليست، كراكنج، ثيرمال كاتاليتيك ايه كراكنج. في البدايه الكتاب بيقول لك كلهم، بيقول لك على كل دول كراكنج. بعد شويه من التخصص هيبدا يصنف لك، يقول لك حسب الحاله، لو فيها COONA هتصنفها دراي ديستليشن مع التسخين. لو بتحول لارج نمبر اوف مولكيولز او لونج تشين لشورت تشين، خلاص كده بتحول من لونج تشين لشورت تشين، هتسميها كراكنج. هتسميها ايه؟ هتسميها كراكنج. يبقى دي ثيرمال كاتاليتيك كراكنج عشان في هيت، ثيرمال وبريشر وكاتاليست، فيتقال عليها ثيرمال كاتاليتيك كراكنج. هيت وبريشر وايه وكاتاليست، فنقول عليها ثيرمال وكاتاليتيك كراكنج. ادي اول لقطه. الاكزامبل اللي معانا، الوصف العام هو ايه؟ لونج تشين الكان اهو broken into short chain الكان and الكين. والاكزامبل اللي كتاب المدرسه قايله، وبرضه عمال اقول لك وركز بالله عليك عشان خاطري ركز، خد بالك من البوينت دي اذا سمحت، ان فكره ان انا اقول لك الاكزامبل اللي في الكتاب غير فكره انك تكون حفظت الاكزامبل اللي في الكتاب بس، دي تفرق عن دي. فانت خد بالك كويس قوي انت بتقول ايه. كده انا عملت ايه؟ انا كسرت لونج تشين الكين. الاكزامبل اللي قاله كتاب المدرسه، شوف انا عمال اكد يا اخي، لعل وعسى يجي لنا طالب بيفهم وياخد باله اني عمال اكد على الموضوع ده. معانا C8H18، خلاص هكسرها تبقى ايه؟ هديها دول، هاجي هنا على جنب ادي دي 4 كربون وادي دي 4 كربون. حلو قوي. عدد الهيدروجين هنا هو 2N بلس 2، لما هاجي اقسمه هو 2N بلس 2. خلاص. طيب هاجي ادي اتش واتش، انا هنا بعلمك مخك هيعمل معاك ايه. مش هينفع اقول 9 و9، لان 9 و9 ازاي 9 C4H9 ده يعني ايه؟ الكايل، الكايل لوحده مش مرتبط. الكايل لوحده مش مرتبط، لا يا معلم، لا والله ما يصحش ما يصحش ما يصحش. الكايل لوحده مش مرتبط، ده ما ينفعش. فانا هعمل ايه؟ واحد هيبقى الكان والتاني هيبقى الكين. الالكان هيبقى C4H10، هيبقى بيوتان. يبقى اوكتين ابو 8 اتكسر لبيوتان، والتانية هتبقى C4H8. لاحظ بقى C4H8 دي هتبقى ايه؟
CnH2n فتبقى بيوتين. يبقى formed of butane and ايه and butene. كمان مرة بيوتان and بيوتين. وصلت؟ بكده حولنا الليس يوزد حاجة زي الأوكتان بتستخدم في مناسبات للمور يوزد أو حاجة ديلي يوزد. وطبعا الحاجات اللي بتستخدم استخدام يومي بمعنى تاني بتبيع أكتر. عندنا الحالة اللي بعديها، خد بالك طبعا هو يقدر يعمل الحركة دي بقى على كذا اكزامبل غير موضوع الايه الكراكنج. عندنا حاجة اسمها elimination reactions. بص، هو ده يصنف تحت اسم الايكونوميك امبورتنس، الفوائد الاقتصادية. بس هو دي طريقة عرضه للمعلومة في الكتاب economic importance، فايدة اقتصادية. بس خد بالك النوعين الرياكشن اللي هنتكلم عنهم دلوقتي اسمهم elimination reactions، تفاعلات نزع. كمان مرة elimination مش illumination، elimination reaction. ودي طبعا من المعلومات اللي ايه الشبراوي اللي بتقول لك هيقابلك في الامتحانات قدام حاجه اسمها كده، اسمها الاليمينيشن رياكشن، تفاعلات النزع والانفجار. بيقول لك فيها ايه في الاليمينيشن رياكشن؟ هتبص تلاقي عندنا حاله زي الميثان اللي هو السي اتش 4. خلاص كده السي اتش 4 اللي هو الميثان عند 1000 ديجري سلسيوس. خلاص كده طلع لنا ايه؟ طلع لنا الكربون سوليد بلس 2 اتش 2 اللي هو الهيدروجين جاز. كمان مره طلع لنا الكربون سوليد بلس 2 اتش 2 اللي هو الهيدروجين جاز. لو جينا نبص في الفكره اللي انت شايفها دلوقتي دي، ادي معاك ميثان عند 1000 ديجري، هيطلع ده. ايه ده يا سيدي؟ ده اسمه البلاك كربون. بص ايه اللي حصل لما انا ضغطت على الالكان. بص عند 1000 ديجري مش اتحرق، خد بالك. نو بص نو اير، نو اكسجين، ابسنس اوف اير، اكسجين برضه. بس هنا عند 1000 ديجري اللي حصل ان طلع لي بلاك كربون اللي بيستخدم في البينتنج، الدهانات. خلاص كده انك، حبر طباعه، كار تايرز، كاوتشات العربيات. خلاص كده ده يصنف على انه elimination reaction، تفاعل نزع. خلاص كده هيديني حاجه اسمها الفاينلي ديفايدد كربون او البلاك كربون، فاينلي ديفايدد كربون، كربون مجزأ. عندنا حاله تانية برضو تصنف على انها elimination reaction. خلاص كده او تقدر تقول production of reducing agent. خد بالك production of reducing agent. مين الريديوسنج ايجنت اللي خدناه ليه علاقه بالموضوع ده؟ خلاص كده عندنا الووتر جاز. كمان مره production of reducing agent اللي هو الووتر ايه؟ الووتر جاز. الووتر جاز هو ميكس ما بين الكربون مونوكسيد والهيدروجين. اتكلمنا عنه ان هو reducing agent في ميدريكس فيرنس. كمان مره ميدريكس فيرنس، افران ميدريكس. خلاص كده وفي البرودكشن اوف ايرون. خد بالك من الايكويشن برضو بتاعته، هو عباره عن الميثان اللي هو CH4 مع الووتر اللي هي H2O. كمان مره ميثان مع ووتر عند 725 ديجري سلسيوس از ا كاتاليست. هسخنه هيطلع لي كربون مونوكسيد وهيدروجين جاز. كمان مره كربون مونوكسيد وهيدروجين ايه؟ جاز. هو ده الووتر جاز. وهنا بيتكلم عن البرودكشن اوف ريديوسنج ايجنت، انتاج ريديوسنج ايجنت. خلاص كده دول التو ايكويشنز اللي اتعملوا في البوينت دي. طيب نيجي بقى بعد كده، وهو ان الالكانز ان اكتف. الكانز ان اكتف غير ناشطه، ف they don't react by addition. ما تقدرش تضيف لهم. ليه ما تقدرش تضيف لهم؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ دول ساتيوريتد يا مستر، دول ساتيوريتد مشبعين. لا ده احنا صحيين قوي وجامدين قوي مركزين معاك قوي قوي قوي. قلنا ان هم ساتيوريتد مشبعين، سنجل سيجما بوند، انا معاك، بس هم ساتيوريتد but react by substitution. but react by substitution. نقدر نعمل لهم substitution، عملية استبدال، او تقدر تسميها هالوجينيشن. substitution halogenation. يعني ايه halogenation؟ يعني with halogen. مين هم الهالوجنز؟ مين هم الهالوجنز؟ جروب 7 A اديناهم السيمبل X. لكن الرياكشن هنا باي سبستيتيوشن. خد بالك، خد بالك نوت مهمة عن السبستيتيوشن رياكشن. the number
of moles of halogen. او يجي نفس السؤال بطريقة تانية the number of steps of substitution، عدد خطوات السبستيتيوشن. بص يا سيدي the number of moles of halogen خلاص كده اللي تقدر تستخدمها equal او النمبر اوف ستيبس اللي ممكن يعملها الرياكشن equal للنمبر اوف هيدروجين اتومز الموجوده في الالكان اللي معاك، يعني equal للنمبر اوف هيدروجين اتومز الموجوده في الالكان. فتعالى بص كده اللقطه دي، لو انا معايا سي اتش 4 فانا هعملها على 4 ستيبس، هحتاج 4 مولز سي ال 2. لو انا معايا 6 هيدروجين اتوم هحتاج 6 ستيبس عشان استخدم 6 مولز من السي ال 2. تعالى شوف ده الشكل ده، وانا قلت لك لما تيجي تحل ما تشتغلش على الشكل ده. ليه ما تشتغلش على الشكل ده؟ سهله خالص، واضحه خالص، بسيطه خالص. ده شكل موليكولار، وانا قلت لك ما تشتغليش موليكولار دلوقتي، انت لسه مش على المستوى ده. خليك الاول استراكشرال تاتا تاتا خطوه خطوه لحد ما مخك يبدا يرسم الهيدروجينز من نفسه. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ واحده سي ال هتسحب واحده اتش وتخرج بيها، وقلنا اتش سي ال، ادي معنى سبستيتيوشن، وتدخل مكانها واحده سي ال، فيبقى معانا 3 اتش اصليين دول اللي موجودين، ومعانا واحده جديده سي ال. ويستمر الرياكشن ده كذا مره كذا مره كذا مره. فنمسك سي اتش 3 سي ال، وهنا ما تحاولش تحفظ، اسمع كلامي، انا عارف ان مخك هيغريك دلوقتي للحفظ. حل بايدك، حل بايدك علشان بعدين تدعي لي، صدقني. ما اعتقدش انك شايف الموضوع صعب، سوري، الموضوع سهل قدامك. طيب هتستعجل ليه؟ عشان تقول اصلها حاجه سهله اجري؟ لا ما تجريش. كان معايا سي اتش 3، الجديد بقى معايا سي اتش 2، خد بالك انت، وعدد السي ال زاد بقى سي ال 2، وطلعت كام اتش سي ال بره؟ طلعت 2، طلعت واحده جديده اتش سي ال، وهنبقى نجمعهم في الاخر. طلعت واحده جديده اتش سي ال وهنبقى نجمعهم في الاخر. شوف انا بقول اهو، هنبقى نجمعهم في الاخر. تاخد السي اتش 2 سي ال 2 تقوم مديها تاني، ماسك اهو سي اتش 2 سي ال 2، بص كده اهو، بنمشي، خلينا ماشيين بالالوان عشان انت تبقى متابع ومركز في الايه، في التفصيله بتاعتهم. ها، سي اتش 2 مع سي ال 2، نديها كمان سي ال 2، نفس الكونديشنز، الترا فايلوت اب تو 400 ديجري سلسيوس. برضه ايه اللي حصل؟ خرجت. بص بقى، برضه واحده سي ال هتسحب واحده اتش وتخرج بيها، فبقى معانا سي اتش واحده خلاص، ومعانا سي ال 3، واتبقى معانا اتش سي ال. خلاص ماشيه معاك واحده واحده اهي، تاتا تاتا اهي. طيب فاضل معاك كام اتش؟ معاك اتش واحده، يبقى لسه تقدر تاني، طول ما معاك اتش طول ما تقدر تكرر الرياكشن ده. فخدنا واحده سي اتش سي ال 3، وهنقابلها بايه؟ هنقابلها بسي ال 2 تاني، الكلورين مع الترا فايلوت، قول معايا، واب تو 400. ولا يا سيدي لو ايثان او بروبان او بيوتان استخدم نفس الكونديشنز برضو، سي اللي هتسحب واحده اتش. بص بقى اتبقى معانا ايه؟ سي بس، وايه كمان؟ وسي ال 4. شكرا، ادي الحركه بلس ايه؟ بلس اتش سي ال. يبقى انت فضلت تعمل سبستيتيوشن لحد ما دخلت عدد من الهالوجين. طيب تعالى ناخد فكره الاسماء، ومشكله الاسماء مع الطالب، ومشكله الوش بتاع فكره الاسم يا مستر. طيب اولا دي اسمها هالوجينيتد، ده اسمه هالوجينيتد الكان، وفي فرق بين كلمه هالوجينيتد الكان وبين هالوجينيتد ديريفاتيفز بشكل عام. تاني احنا قلنا الديريفاتيفز بعائلاتها بالفانكشنال جروبس هناخدها في الاخر، بس ده ايه؟ بص بقى ركز معايا، ده ليه اسمين، يا اما تقوله ايوباك يا اما تقوله كومن نيم، يا اما تقوله ايوباك يا اما تقوله ايه؟ كومن نيم. لو هقول كومن نيم هقول ميثايل كلورايد اهي، اقوم قايلها كده ميثايل كلورايد. طب لو هقولها ايوباك هقولها كلورو ميثان، كلورو ايه؟ ميثان، او 1 ميثان، كلورو ميثان، شغال قوي. طب هنا نيجي عند ده نقول له ايه بقى؟ ها، داي كلورو ميثان، داي كلورو ميثان، وتقدر تقولها 1 1 داي كلورو ميثان. طيب لو انا عايز اقولها ايوباك، بص بقى ايوباك، هتعرف الايوباك من الاي دي اي. بص احنا قلنا سي اتش 2 اسمها ايه؟ ميثيلين،
اسمها ايه؟ ميثيلين داي كلورايد. ميثيلين داي ايه؟ كلورايد. طيب ده 3 صح، 3 يبقى تراي كلورو. 3 يبقى تراي كلورو. تراي كلورو ميثان. كمان مرة تراي كلورو ايه؟ ميثان او كلوروفورم. او كلوروفورم يبقى تراي كلورو ميثان او كلوروفورم. طيب اتكلمنا عن الكلوروفورم، خدنا له ده حوار. قلنا ايه عن الكلوروفورم؟ قلنا عامل ايه كلوروفورم؟ ماشي، انتيثيتك. يعني ايه انتيثيتك؟ مادة مخدرة اهي. سوري، انتيثيتك. ان ان مش ان انتيثيتك. يعني ايه انتيثيتك؟ مادة مخدرة. كنا بنستخدمها كنا بنستخدم كلوروفورم اهو. طب وايه مشكلتك؟ قال لك الاوفر دوز كوزز ذس، بيسبب الوفاة. الاوفر دوز كوزز ذس. طب بدلنا بايه؟ مين بديله؟ الهالوثان. مين بديل الراجل الطيب ده؟ هالوثان. هالوثان ده عامل ازاي؟ بص بقى، ركز في دي، ركز في دي كويس. بص، سي اف 3 سي بي ار اتش بي ار سي ال. بص، اتش بي ار سي ال عشان تميزها وهي مكتوبه. مين ده؟ ده الهالوثان. الفرق ان هو ايه؟ ان هو سيف، امن. كمان مره، ده الهالوثان، الفرق ان هو سيف، ماده امنه. طيب الراجل الطيب ده ايه؟ ده مين ده؟ قال لك ده كربون تترا كلورايد. ماله كربون تترا كلورايد؟ سولفنت. سولفنت وايه؟ سولفنت وكلينر. يا مستر بس خد بالك، ده الايثان يا سيدي، ما انا عارف اللي انت هتقوله. خد بالك منه، خلاص كده خد بالك منه. الايثان منه، يعني لما نيجي ناخد الايثان منه هنتكلم عن الهالوجينيتد ديريفاتيفز لوحدهم. تعالوا نتكلم عن الهالوجينيتد ديريفاتيفز لوحدهم. ده الفرق بين الانسيتيك العادي اللي هو الكلوروفورم سي اتش سي ال 3. وطبعا كلوروفورم خلاص ده اسم، يعني تركيبه وظيفه شائع شغال كده. لكن انت هتسميه لو ايوباك تراي كلورو ميثان. تراي كلورو ايه؟ تراي كلورو ميثان. حلو قوي. تعالى شوف الهالوجينيتد ديريفاتيفز، فوائدهم واستخداماتهم. بص يا سيدي، قلنا طبعا الكلوروفورم اهو. يوزس، حته اليوزس هي نكتبها سي اتش سي ال 3. سي اتش سي ال 3. مين ده؟ كلوروفورم. مين ده؟ كلوروفورم. صح. طيب عايزين ايوباك تراي كلورو ميثان. تراي كلورو ايه؟ ميثان. حلو، ارسمه. سي اتش حواليها 3 سي ال. خلاص، ستوب دي يوزز، تم ايقاف استخدامه. ليه؟ كوزز ديث، بيسبب الوفاة. ادي النوتس اللي عليه. هنروح للي بعده، هناخد نفس الفكرة دي. خلاص بص ركز كده، ادي سي وهنزود سي. بدل 3 كلورين هنحط 3 فلورين. بدل 3 كلورين هنحط 3 فلورين. على الناحية التانية هنحط بي ار سي ال، بي ار سي ال، بي سي، بي ار سي ال، ومعاها اتش. خلاص. لو عايز اكتبه ازاي؟ اكتبه سي اف 3. حلو. سي اتش جميل. بي ار سي ال حلو قوي. ها وصل كده؟ ادبرا كدبرا ده، خد بالك منه. طيب ماله ده؟ ده هالوثان. حلو، سميهولي ايوباك، سميهولي ايوباك. 2 برومو، 2 كلورو، 1 1 1 تراي فلورو ايثان، عشان يديني مجموع ارقام اقل، وهو اوريدي مرسوم جاهز. يعني كنا كمان ايه؟ تعرف احنا كنا نعمل ايه؟ انا اقول لكم احنا كنا نعمل ايه. احنا نعمل كده اهو.
هنعمل كده اهو. هم واخدين الراجل الطيب ده جايبينه هنا عشان نفضل ماشيين بنفس الايه الكونسبت ده. حلو، حلو قوي يا مستر. طيب نروح بعد كده ها امسك كده. نروح بعد كده نمسك مين؟ هنمسك طبعا ال 1 تراي كلورو ايثان، اللي هو يعمل كده، ترسمه كده، بص، سي اتش 3 سي ال 3 سي اتش 3 سي ال 3 تاني، سي اتش 3 سي ال 3، اللي هو يترسم ازاي؟ سي اتش 3 سي ال 3 سي اتش 3 سي ال 3. مين ده؟ مين ده يا جدع؟ ده اللي يوزد ان دراي كليننج. دراي ايه كليننج؟ سميولي قال لك ايوباك، بس سميولي 1 تراي كلورو. تراي كلورو ايه؟ ايثان. البوند المفتوحه طبعا اتش صح كده؟ افتكر دي سي ال 3 سي اتش 3 سي ال 3 سي اتش 3. يوزد ان ايه؟ يوزد ان دراي كليننج، يستخدم في التنظيف الجاف. كل الهالوجين ديريفاتيفز للالكان خد بالك يمكن استخدامهم كايه؟ كمواد في صناعات كتير، نقدر نقول ليها لارج ايكونوميك يوز. عشان السؤال المقالي اللي قال لك if reason الهالوجينيتد ديريفاتيفز لارج ايكونوميك يوز، كانه سؤال مقالي بيقول لك سمع لي الايه الايكونوميك يوزز. طيب عندنا فيريون، والفيريون طبعا البارت بتاع الاتفاقيه 2020 ده قال لك طب خلاص ما تقولوش. طب ما نقولوش، ما مش هيغير معانا حاجه، بس ماشي ما تقولوش. بص بقى يا سيدي، الفيريون عندنا سي اف 4، واخد بالك انت، وعندنا سي ال 2 سي ال 2 اف 2. خلاص كده خد بالك ان ده الموست كومنلي يوزد، عشان هيجي سؤال في الامتحانات قدام كده، لا مش امتحانات، سؤال كتاب، يعني سؤال في كتاب مراجعه، هيقول لك مين الفيريون الموست كومنلي يوزد ان هاوسز، او ايه الفيريون الاكثر استخدام في الصناعه. فيريون يعني ماده راشنج، ماده مسرعه، وماده مبرده. اير كونديشنز اي سي، فريجز شغال اللي هو ثلاجات تكييفات، برفيوم، وبرده كلينر، بس المره دي مش كلينر للايه اللي فوق ده دراي كليننج للكلوذس للملابس، لكن ده فور الكترونكس. واخد بالك انت. طيب تمسك بقى عمو بتاع السي اف 4 ده تعمل له ايه؟ ولا حاجه، اديله اسم تترا فلورو ميثان. تترا فلورو ميثان. طب ده داي كلورو، داي فلورو ميثان. وقلنا السي قبل الفي قبل الاف عشان الالفابيتيكال اوردر. تاني، يبقى ليها شكلين، يا واحده سي كونكتد باربعه اف، يا واحده سي كونكتد باتنين اف، ايوه، واتنين سي ال. كونكتد باتنين اف وكونكتد باتنين ايه؟ باتنين سي ال. خلاص كده، وده يعتبر الموست كومنلي يوزد او الموست فيموس فيريون، هو الداي كلورو داي فلورو. تشيب، ايزلي يوزد، خد بالك انت كمان مره، تشيب وايزلي ايه؟ وايزلي يوزد. ال ادي فكره الالكان او فكره الهالوثان. طيب اخر حاجه احب اختم بيها، لو عندنا الكان، سؤال الالكان، افتكر ان سي اتش 2 يعني ميثايلين، الماس بتاعت الواحده منها، الماس بتاعت اليونت الواحده 14 جرام بير مول. ادي اول فكره، ان الجنرال فورمولا هي سي ان اتش 2 ان بلس 2، يعني بتتحسب او لما تيجي تحسبها بالماس تقدر تقول 12 ان بلس 2 ان
plus 2 equal الموليكولار ماس. خلاص، وإن النمبر اوف كربونز الN هنا more than or equal 1. طبعا الحركة دي مخصوص علشان خاطر تبقى عارف إن الألكانز 14N plus 2. حبيت برضه أوريك بنجيبها منين. شفت احنا كده أهي اللي هي تبقى إيه 14N plus 2. ادي القصه كلها، وير ان هو ايه النمبر اوف كربون، واول ما تعرف عدد الكربون هتقدر تحسبها، يعني بدل ما تقعد تفكها هتقول له 4n بلس 2. بس طبعا بيلعب معاك لعبه، يقول لك الكان كونتينز مثلا 3 ميثايلين جروب وتوتال الماس كذا، وده سؤال موجود معانا في الهوم ورك وجاي في كويز. خلاص كده خد بالك من البوينت دي، يقول لك ان المولر ماس بتاعته كذا. ماشي. طيب اتمنى ليكم التوفيق. الحمد لله كان ده سمري، خلصنا كده سمري ليكتشر 2 الحمد لله عيله الالكان. الى اللقاء في سمري جديد لعيله الالكين. مع السلامه.